أول طالب من الشيشان يحصل على الماجستير في الحديث النبوي الشريف. هو من الطلاب المجتهدين الذين يهتمون بالعلم ويحرصون على تحصيله. قرأ علي كتبا كثيرة حفظا، فقلما ونادرا ما أقف على معالجة للعلم كما فعلت، من التقسيم والتنوير وطريقة المعالجة والترجيح بقوة طيبة فائقة مختلفة، كأنك ولدت وفي فمك معلقة محدثة. قرر بالإجماع الباحث عبد القاسم السعيد درجة التخصص الماجستير في أصول الدين شعبة الحديث وعلومه بتقدير ممتاز. العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان زهور. واطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.